عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الفراخ. ده صدر فرخة مفروم، صدر فرخة مفروم. حضرتك حابة تزودي الكمية عن كده مفيش مشكلة، تمام. كفتة الفراخ من انواع الكفته الاقتصاديه جدا وحلوه جدا. لو حتى حضرتك عندك اي صدر فرخه في التلاجة وعايزه تعملي كفته، هتعملي بابسط الامكانيات خالص، وان شاء الله تطلع معاكي طعمها تحفه باذن الله. دي زي ما قلت لحضراتكم عباره عن نص كيلو بالظبط من صدر الفراخ فرمتها، ومعايا بصلايه مبشوره زي ما انتم شايفين حضراتكم. شوفوا انا بعمل ايه، بصفي الميه بتاعتها خالص اهو، بنزل الميه بتاعتها خالص منها اهي، وهبدا احط البصله. يبقى انا كده شيلت كل الميه بتاعه البصله، طبعا هنحتاجها فهسيبها للاخر معايا، تمام. هحط كمان توم مفروم، معلقه صغيره من التوم المفروم، تمام. هحط كمان بهارات، فلفل اسود وبهار فراخ، ده بهار فراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا كمان فلفل اسود وشويه من الملح، وهبدا اعجن الكفته بتاعتي. ما بحطش توابل كتير ليها، لان الكفته بتاع الفراخ زي بتاعه اللحمه بالظبط، ما بتحطلهاش بتوابل كتير، تمام. هحط برده شويه صغيرين كده من الملح لغايه ما ادوقها، وبعدين اشوف هظبط الملح بتاعها اهو، تمام. هبدا اعجن بقى المكونات دي كلها مع بعضها، وارجع تاني لحضراتكم بعد ما اعجنها ان شاء الله. كده يا حبايبي انا عجنت الكفته، حطيت زي ما قلت لحضراتكم البصله مبشوره، عصرتها من الميه، حطيت عليها معلقه صغيره من الثوم المفروم، شويه من الفلفل الاسود، شويه من بهارات الفراخ، شويه من الملح. حطيت كمان كيس من الكفته، لان انا بحطها علشان بيبقى ليها التوابل بتاعتها، ليها ريحه فيها تدخين كده، وانا بحب ريحه الدخن، يعني البهارات المدخنه ديت في قلب الكفته، تمام. حطيت كمان معلقتين من البقسماط، تمام. حطيتها على رف التلاجة لمده نص ساعه عشان تجمد كده معايا. البصل بقى، ميه البصل اللي احنا سيبناها في الطبق، حطيت عليها نص معلقه صلصه، شويه من الفلفل الاسود، شويه بهارات فراخ، شويه من الملح، وقلبتها، وهبدا استعملها ان شاء الله وانا بصبع. تاخد قطعه كده حضراتكم. لو انت مش عايزه تعمليها كده زي ما انا هعملها من غير خله ولا حاجه، او تصبعيها على اي حاجه، ممكن تصبعيها على اي حاجه، حابه تعمليها كده على طول، تمام، مفيش اي مشكله. كده او كده شغاله ان شاء الله معاكي. هاخد قطعه كده من الكفته، وهبل ايدي من الخلطه بتاعه الصلصه اهو، وهبدا اصبع بيها كده. هتديكي طبعا لون حلو جدا للكفته، وكمان هتديكي كمان طعم حلو ليها. هي بسم الله ما شاء الله، طعمها ريحتها اصلا انا لسه ما دقتش طبعا، ريحتها طبعا طالعه حلوه جدا ما شاء الله يعني. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده، تمام. واحط بقى في الصينيه، طبعا مقطعه طماطمايه من فلفل، واحط عليه شويه ملح وشويه فلفل اسود، تمام. هكمل بقى كل الكميه اللي معايا وارجع لحضراتكم تاني. خلصت يا حبايبي كميه الكفته كلها اللي معايا، ما خدش مني 5 دقايق يعني، صبعتها على طول زي ما قلت لحضراتكم، وعملتها بميه البصل والصلصه. هبدا انزل بنص كوبايه من الميه على بقيه ميه البصل والصلصه، وهحط على الكفته كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وهدخلها بعد كده فرن البوتاجاز، ونشوفها ان شاء الله مع بعض بعد ما تستوي وهي خارجه من الفرن مع بعض ان شاء الله. كده يا بنات الكفته طلعت من الفرن، هحطها تحت الشوايه شويه، بس مش عايزه اقول لكم على الريحه والله، واستوت وبقت تحفه بجد. يعني مش عايزه اقول لكم على الطعم بتاعها عامل ازاي، ومتماسكه ولا فكت ولا جرى لها اي حاجه، ما شاء الله. طعمها تحفه، حلوه قوي بجد بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هحطها تحت الشوايه شويه تاخد اللون سنه كده، ونطلعها ونغرفها ان شاء الله بألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.